السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم ام جنى. هنعمل النهاردة ان شاء الله كنتاكي الغلابة. يعني ايه كنتاكي الغلابة؟ كنتاكي بأجنحة، بس هتبقى حاجة بسيطة خالص وتكلفتها قليلة واحسن من الاكل بتاع بره. كده كده احنا عاملين مقاطعة للكنتاكي يعني. فنبدأ ان شاء الله. انا بقول لكم دلوقتي دي التوابل عبارة عن معلقة ملح، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة شطة، معلقة بابريكا، معلقة جنزبيل، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون. كل ده على بعض، وعليهم بقى كوباية دقيق. كوباية دقيق، ونقلب كل الخليط ده على بعضه. صلوا على النبي كده معايا عليه افضل الصلاة والسلام. وهقلب الخليط ده كله لغاية ما كل حاجة نسيت اقول لكم عليها مكعب مرقة دجاج فورية. نحط كده نقلب لغاية العجينة ما نحسها ان هي تبقى زي صوص البشاميل كده. مش عايزينها خفيفة ولا عايزينها تقيلة. بنقلب كده لغاية ما كل الخليط ده كله يتمزج في بعضه. كل حاجة تدوب في قلبيها، الملح والمرقة الدجاج وكل التوابل اللي احنا حاطينها. هنفضل نقلب كده لغاية ما نشوف سمك العجينة ايه. بس ما تنسوش بقى الاشتراك بتاعكم، ادعموني باشتراك واعجاب، وفعلوا زر الجرس، ودوسوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل فيديو انا هنزله. كده قلبنا اهو. هو انا كده كنت شايفاه ان هي مش محتاجة دقيق تاني، بس انا لما قلبت فيها شوية تاني كتار حسيت ان هي محتاجة تاني معلقة، فحطت لها معلقة تاني زيادة. يعني انتوا هتيجوا دلوقتي اهو هتلاقيني حطيت معلقة تاني دقيق. ونفضل نقلب بقى، نقلب كده. صلوا على النبي معايا بقى عشان محدش بس ايه يتوه في الخطوات اللي احنا بنعملها. كده اهو، انا بقول لكم اهو كده محتاجة دقيق تاني. هنحط معلقة تانية ونقلب. طبعا الفراخ الأجنحة انا غسلاها كويس جدا ونقعها في محلول ملح. في محلول المحلول بتاعها عبارة عن المحلول عبارة عن معلقة ملح، معلقة سكر، 4 ليمونات. انا ما بحطش خل يا جماعة عشان الخل بيزفر، يعني بيثبت الزفارة. معلقتين دقيق، نص معلقة جنزبيل. كل دول بدوبهم في المية، وابقى غاسلة الأجنحة كويس قوي، واجي ايه نقعها فيه. اسيبها بقى منقوعة فيه ساعة ساعتين. هو الافضل يوم كامل، بس انا عشان مستعجلة على الاكل نقعتها ساعتين بس. كده العجينة اهي تمام. السمك كده كده كويس جدا عشان العجينة تمسك في الجناح، وتبقى ليها كفر خارجي كده، المقرمش اللي احنا بنشوفه زي بتاع بره. ما تنسيش يا قلب اختك انت وهي تدوسي على الاشتراك وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اي فيديو انا بعمله. كده بقى نحط الجناح. انا بوريكم بقى دلوقتي الجناح انا مقطعاه ازاي. يعني انا مش حاطاه سليم عشان يستوي كويس براحته ويبقى مقرمش. انا شلت الضفر من الفراخ اللي هي شيء طبيعي، الحته اللي احنا بنشيلها وبنرميها من الجناح دي اترمت. فبقسم الجناح نصين زي ما انا بوريكم كده في الفيديو بالظبط. ده لوحده وده لوحده عشان تبقى مقرمشه وتستوي براحتها برضو، ما تبقاش نيه من جوه. كده بقول لكم هي مغسوله كويس جدا ومنقوعه. هنحطها بقى في الخليط ده. العجينه دي عجينه التتبيله بتاعتها. اهم حاجه تمشي على الخطوات بالظبط اللي انا بعملها دي، تعمليها عشان تطلع معاكي مظبوطه.
كده حطينا بقى الاجنحة كلها. كده خلصنا بقى الاجنحة كلها وحطيناها. نقلبها كويس قوي قوي في العجينة عشان كل جناح فيها او كل حاجة فيها تتبل وتشرب منها. بس كده قلبناها شوية كتار، سيبناها بقى، انا سبتها برضو ساعتين في التتبيلة. يعني انا سبتها ساعتين برضو، انا كنت على طول ببيتها، بس النهاردة ايه استعجلت عليها فما عملتها على طول للغدا. نسيبها بقى شوية على حسب بقى، انتي ممكن مش مستعجلة عليها ممكن تسيبيها اكتر من كده. كل ما بتستفي التتبيلة يا جماعة كل ما بتبقى احلى. كده بقول لكم اهو نسيبها بقى شوية في التتبيلة. نرجع بقى للكفر الخارجي. ايه هو الكفر الخارجي بقى؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق، او كوباية دقيق او كوبايتين على حسب الكمية اللي انتي بتعمليها بتاع الجناح. كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية نشا، وعليهم شوية ملح، يعني نص معلقة ملح. بقلب كل ده مع بعضه، واجي بقى مطلعه الجناح من العجينه اللي انا عاملاها وبتبلها فين في الدقيق. بعمل لها كفر خارجي زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع طبعا كلها معرجه زي كنتاكي، وهتبان اكتر لما تتقلي. فهعمل كده كل كميه اهي. بصي انا بدوس عليها يعني، بس مش قوي، يعني ايه، ما تدكيش عليها قوي او تدوسي قوي قوي يعني، لا. هو انا بقلبها تقلبتين تقلبتين تقلبتين، واجي ايه منفضاها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، لكن مش بدوس عليها جامد. شايفين التعريجة اللي فيها كده كويس قوي. كده بقول لكم اخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما ننساش ذكر الله. بسم الله. دي بقى السر اللي في القرمشة، والسر اللي ما يخليش، بصي، ما يخليش الزيت يتحرق خالص. الزيت اللي انا بقلي فيه ده، فاكرين الفيديو بتاع الاستريبس اللي انا عملته؟ ده الزيت بتاعه. ليه؟ بسبب المعلقة اللي انا حطيتها في قلبي، معلقة نشا. هتقلي ستريبس، هتقلي قرنبيط، هتقلي اجنحة زي كده حاجة مقرمشة، انا بحط معلقة نشا منها، ما بتحرقش الزيت خالص وبيفضل زي ما هو، وبتقرمش الحاجة، يعني الحاجة بتفضل مقرمشة خالص يعني زي بره بالظبط. كده حطيت اهو. وما تنسيش اهم حاجة معلقة النشا في الزيت. تمام. كده حطينا في الزيت، والزيت يبقى سخن، يعني احنا مسخنينه ومولعين عليه قبل ما نحط الاجنحة في الدقيق ونعملها الكفر. انا بسخن الزيت قبلها. كده زيت اهو، نار متوسطة، مش نار عالية اوي، لا متوسطة عشان تستوي كويس. وقولوا لي بقى ايه رأيكم، اعمل لكم الفيديوهات بصوتي ولا اكتب كتابة واحط اغاني؟ انا في ناس قالت لي لا، يعني كذا حد قال لي اعملي بصوتك، فانا مستنية برضو اشوف الاراء كلها هتبقى ايه. اللي عايز حاجة يعرفني عليها ويكتب لي في التعليق. وما تنسوش الاشتراك ونفعل زر الجرس وندوس على كلمة الكل ونعمل مشاركة. يعني انا هستنى دعمكم ان شاء الله واشتراككم في القناة. كده دخلت على اللون الذهبي اللي احنا عايزينه ومطلوب مننا كده كويس قوي. انا ده جبت ورق زبدة وبطلع عليه، يعني بطلع على ورق الزبدة يتصفى، واجي حاطاه برصاه في طبق تاني. شايفين لونها عامل ازاي؟ ده اللون المطلوب. وشايفاه الزيت برضو، الزيت زي ما هو. انا صورت لكم برضو في الفيديو بتاع الستريبس اخر ما خلصت البانيه، الستريبس اللي اتعمل وريتكم الزيت شكله عامل ازاي، ما اتحرقش. وهو ده اللي انا بعمل بيه على فكرة.
شفتوه في اول وهو بيسخن في الاول قبل ما احط عليه النشا، شفتوا شكله كان عامل ازاي؟ هو ده الزيت اللي انا قليت بيه الاستريبس. كل ده بسبب معلقه النشا. واللي هيعمل الحركه دي وعجبته يبقى يدعي لي بقى. كده طلعناهم اهو. اطلعي بقى، مش عايزه تطلعي ليه؟ كده تمام، طلعناهم ويصفوا الاول. شايفين بقى لونها وناشفه على فكره، بس انا معرفتش افتح لكم الفيديو لان كان العيال حواليا عمالين يتكلموا. كنت عايزه اسمعكم صوت القرمشه بتاعتها بس معلش بقى. نحط بقيه الاجنحه برضو. هو نفس الزيت برضو سخن، يعني يبقى سخن ونيجي حاطين. اوعي تحطي والزيت بارد. خلي بالك على ايدك عشان انا الزيت برضو ايه اتلسعت شويه. بس عادي، فدا اي حاجه. ادي اخر بقى، اخر حاجه خالص، خلصوا اهو. شايفين اللون؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ وهفتح لكم واحده انا عملت جنبها مكرونه سباكيت على فكره، بس مش عارفه هنا المفروض المكرونه تبقى حمراء، الاضاءه هنا فاتحه قوي، معلش حقكم عليا.